السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات هندو شالين. جبت لكم حلوى جزائرية اسم على مسمى بوسولة مسو. حلوى لذيذة جدا قطنية هشيشة كتذوب في الفم، مع العلم انها اقتصاد، يعني مكونات جد بسيطة. الى عجبتكم الوصفة ما تنساوش تشجعوني بواحد اللايك وبارطاج عبر مواقعكم الاجتماعية، والى اول مرة شفتي فيديو اليوم ما تنساش تشتركي معنا وتفعلي الجرس باش توصلي بكل جديد الوصفات. ودابا نمشيو لطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات كنحتاجو الصفار بيضتين، كنحتاجو ايضا نصف كوب من الزيت ما يعادل 73 غرام، كنحتاجو 140 من الزبدة اللينة، وكنحتاجو 3 ملاعق كبيرة من السكر الناعم ما يعادل 50 غرام، كنحتاجو ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى ولوزيست دو سيترو او مبشور الحامض اي الليمون، والدقيق تقريبا 4 كؤوس. فطريقة التحضير: كناخدو الزبدة كنخدموها جيدا مع السكر ثقيل تقريبا 3 ملاعق كبيرة كيف ذكرت 50 غرام، وايضا لوزيست دو سيترون اللي هو الحامض او البرتقال، عفوا الليمون ماشي البرتقال. فكنحرك الكل جيدا لاننا غنحضروا بوسوله مسو بنكهه الحامض لانه كيجي لذيذ بزاف. فكنحرك الكل جيدا. على فكره اللي ما كيحبش الحامض فيمكن له يعوضوا بالسكر فانيليا. كنحرك الكل جيدا حتى كيندمجوا مع بعضهم. من بعد كنضيف نصف كوب من الزيت. كيف دائما كنذكر المقادير كتظهر لكم على الشاشه بالنسبه لكل الحلويات، كتظهر لكم على الشاشه بالعربيه والفرنسيه وكتلقاوها على موقع وصفات هندوشا. كنضيف اصفر بيضتين، كنحرك الكل جيدا، كنتمزجوا مع بعضهم كيف كتشوفوا معايا. كنحصلوا على اون بوماد. فكنضيفوا الدقيق اللي كيكون مغربل بالتدريج. ما ننساوش اننا نضيفوا من بعده ملعقه صغيره من خميره الحلويات، خميره البيكين باودر. فبالنسبه لكميه الدقيق فانا هنا عندي في الطاوه او في الاناء 4 كؤوس، يعني 400 غرام من الدقيق، 400 غرام وما اكثر من الدقيق. فكنضيف بالتدريج كيف غادي تشوفوا معايا. في الاخير غادي نستعمل فقط 3 كؤوس ونصف في المجموع. يمكن لكم نتوما تستعملوا او تاخذ معكم 3 كؤوس ونصف او 4 كؤوس، فكنظن انكم فهمتوني. فالمهم على حسب نوعيه الدقيق. كيف كتشوفوا معايا كنحركوا العجينه غير بالاصابع حتى كنحصلوا عليها بهذا الشكل هذا. فكيف كتشوفوا معايا شاطت ليا هاد الكميه من الدقيق، تقريبا نصف كوب شاط لي من الدقيق لانني حصلت على عجينه لينه، يعني كيف كتشوفوا معايا. من بعد غادي نقسموها على قسمين او 3 اقسام، ومن بعد غادي نحربلوها بهذا الشكل هذا. نخليكم مع الصور. شو معايا كنحربلوها بهذا الشكل هذا. يمكن لكم تحربلوها يعني على شكل رقيق او عادي، فانا درتها شكل يعني عادي. وايضا كنقطعوها بهذا الشكل هذا، اما اشكال كبيره او صغيره. كنبقى مستمره حتى كنكمل الحلوه ديالي باكملها. وفي هذا الاثناء كيكون الفرن مشعول على درجه اما 180 او 175 درجه. فانا طيبتها على 175 درجه. الفرن كيكون ساخن حتى كتحمر من الظهر والوجه كياخذ واحد اللون ذهبي خفيف. فمن بعد ما طابت وبردت جيدا حتى كتبرد جيدا عاد كتمشيو لهاد الخطوه هذه. كيف شفتوا معايا كتكون رطبه جدا. فما بالك من بعد ما غادي نوضعوها في عصير الحامض، يعني كناخذوا عصير حامضه واحده. يمكن لكم تضيفوا لها بعض ملاعق من الماء باش ما كتكونش قويه جدا. اللي ما كيحبش الحامض فيمكن له يعوضوا بماء الزهر. فكنوضعوها في الساع يعني لبعض الثواني، كنقطروها جيدا وكنوضعوها في السكر الثقيل، يعني السكر الناعم. فضروري يكون سكر ثقيل من النوع الجيد. فكنوضعوها فيه واحد مده دقيقتين هكذا. من بعد كنلبسوها جيدا بالسكر الثقيل بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا جيدا. كنوضعوها في الطبق جانبا وكنبقاو مستمرين. كنوضعوها في عصير الحامض او البرتقال الليمون، عفوا ما عرفتش ماني مع هذا البرتقال، عصير الليمون. كنزينوا لها او كنصاوبوا لها الوجه بهذا الشكل هذا. فهاد الطريقه اننا نستعملوا ورق الزبده كيسهل علينا الامر، يعني بسرعه اننا نكملوا هذه الحلوه هذه. ومن بعد ما كتفوت تقريبا واحد نصف ساعه كنعاودوا نمرروهم مره اخرى في السكر الثقيل، يعني تمريره خفيفه لانهم
بحال الا كيبس شي شويه عليهم السكر ثقيل باش كيبقى عطي هذا اللون او هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا على الشاشه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، حلوه لذيذه جدا، نتمنى انكم تجربوها وتعطوني الراي ديالكم. وتحيه عاطره للمتتبعين والمتتبعات من الجزائر، شكرا بزاف للمتابعه ولكل الدول اللي كتتابع قناه وصفات هندوشه، وانا نقول لكم بصحه والراحه حتى الوصفه المقبله باذن الله، ونهاركم مبروك.